مساء الفل شباب تانية سنة، وازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنحل اسئلة التقييم الاسبوعي للاسبوع السادس. ولو انت اول مرة بتشوفني خليني افكرك ان انت هتلاقي في الديسكريبشن تحت الفيديو كل حاجة انت محتاجها في الفيزيكس. هتلاقي بلاي ليست لملخصات الدروس، وبلاي ليست لحل اسئلة المعاصر بتاعت السنة دي، وبلاي ليست لاسئلة لملخصات الدروس. وكمان هتلاقي لينك الويب سايت ورقم الاسيستنت لو عايز تتواصل معانا او عايز تنضم لينا في اي وقت. والاهم ان انت هتلاقي لينك جروب تليجرام ببعت عليه اي بي دي اف بنزله على اليوتيوب، ببعته على جروب التليجرام عشان لو انت عايز تحل الاسئله لوحدك قبل ما تشوف الفيديو. طيب تعالى نشوف بقى اسئله الاسبوع السادس دي هنقسمها ازاي، وهم كام سؤال. اول حاجه الويكلي اسسمنت، هم عباره عن 6 اسئله بس. والهوم بيرفورمانس اللي هي اسئله الهوم ورك عباره عن 10 اسئله تشوز و3 اساي. تمام، يعني احنا مش هنحل اكتر من 20 سؤال يعني. طيب فتعالى نبتدي كده نحل باول سؤال في الويكلي اسسمنت على الدرس السادس. الدرس السادس ده بيتكلم على الميجرنج بريشر. فلو انت الدرس الخامس، لكن ده الاسبوع السادس. الدرس الخامس اللي هو الميجرنج بريشر هتلاقي بلاي ليست في الديسكريبشن فيها ملخصات الدروس. روح على لينك ملخص الدرس الخامس اتفرج عليه قبل ما تحل الفيديو لو انت مش مذاكر الدرس كويس قوي يعني، او مش فاكره او عايز تاكد عليه. طيب السؤال ده بيقول لي ايه؟ التاور از 90 متر هاي، يبقى ده الهايت بتاع التاور، سميه اتش مثلا 90. طيب بالمتر if atmospheric pressure at the earth surface بالرقم ده البريشر ايه؟ تحت. يبقى ده ال H1 اللي هو الهايت بتاع الميركوري تحت عند السيرفس 76 سنتيمتر ميركوري. تمام. والدنستي بتاعت الاير بالرقم ده، مديني الدنستي بتاعت الاير 1.25. ماشي. and the density of mercury بالرقم ده، مديني الدنستي بتاعت الميركوري 13600. ومدينا الجرافيتي ب 9.8. هو بقى عايز يحسب البريشر عند التوب بتاع الباور. طيب تعال نشوف فكرة السؤال ده ايه، علشان كل الأسئلة بتاع التقييم الأسبوعي اللي هم ال10 أسئلة قايمين على نفس الفكرة. لو أنت عايز تقيس ارتفاع مبنى أو جاب لك ارتفاع مبنى في السؤال وعايز بريشر بتاع ميركوري أو دنستي بتاعت اير أو أيا كان، هتستخدم الرول ده. ايه الرول ده؟ هنا بيقول لك الدنستي بتاعت الاير في الهايت بتاع المبنى ده اللي ممكن يكون بيلدينج أو تاور أو اليفيشن بتاع طيارة أو جبل، مش فارق، بيساوي الدنستي بتاعت الاير في الديفرنس في الهايت تحت وفوق. الهايت ده بتاع مين؟ الهايت بتاع البارومتر تحت والهايت بتاع البارومتر فوق. ال H1 ده الهايت بتاع البارومتر عند البيز، وال H2 الهايت بتاع البارومتر عند التوب. فاحنا دايما هنستخدم مين؟ الرول ده. تعال بقى نكتبه هنا، يبقى رو اير هايت اير اللي هو المبنى بتساوي رو ميركوري الديفرنس في الهايت بتاع الميركوري H1 ماينس H2. بس H1 ده تحت و H2 ده اللي فوق لان H1 هو الكبير. طيب نعوض بالذات. الدنستي بتاعت الاير هو مديهاني ب 1.25 والهايت بتاع المبنى ب 90 ايكوال الدنستي بتاعت الميركوري مديهاني الهايت الاولاني اللي هو عند البيز 76. بس خد بالك ده بالسنتيمتر، لازم تحوله لمتر. فالاسهل ايه بقى؟ هقول لك ال H2 اللي احنا عايزينه هتضرب بره في 10 باور نيجاتيف 2. يبقى انت حولت ده كانك حولت ده للمتر وحولت ده للمتر. يبقى انت من هنا تقدر تحسب مين؟ ال H2. فتبقى 1.25 times 90 divided 13600 times 10 power negative 2. ماشي. واللي يطلع 76 minus الانسر اللي طلع لي، تطلع لك 75.17 سنتيمتر ميركوري. يبقى انت كده جبت الهايت بتاع الميركوري فين؟ فوق. تمام. السؤال اللي بعده وهناخد نفس القانون برضو، القانون ده هيتكرر كتير يعني. طيب هنا بيقول لك برضو ميركوري بارومتر ريدز الرقم ده عند الجراوند. What would be the reading at the top of Giza pyramid؟ ماشي. والهايت بتاعه بالشكل ده. خلاص هنستخدم نفس الرول اللي قلنا في السؤال اللي فات. تعالى بس نطلع الداتا. ده القرايه فين؟ عند الجراوند اللي هي ال H1. يبقى 76 نفتح براكت كده ماينس what would be reading عند التوب بتاع الجيزه، يبقى هو عايز مين؟ ال H2. طيب والرقم ده تايمز 10 باور نيجاتيف 2 علشان ابقى حولت ده للمتر وكاني حولت ده للمتر، بس الانسر يطلع بالسنتي عادي. ماشي. والهايت بالرقم ده يبقى 134.
تايمز ناقص الدنستي بتاعت الاتنين. الدنستي بتاعت الميركوري زي ما هي 13600، والدنستي بتاعت الاير زي ما هي 1.25. يبقى انا من هنا اقدر احسب مين؟ ال H2، يعني ما نفس القضية يعني. بس تمام، هو كل اللي اتغير الارتفاع بس عن السؤال اللي فات. تبقى 1 3 4 و 76 ماينس الانسر هتطلع 74.768، قول 77 سنتيمتر ميركوري. ماشي. على فكرة دي طريقة ممكن انت لو عايز تجيبها يعني ممكن تشيل الرقم ده وتحول ده تبقى 0.76 وتجيب ال H2 بالمتر وبعد كده ترجع تحولها للسنتيمتر، الاتنين نفس النتيجة يعني. طيب اللي بعده نفس السؤال، حط الداتا بقى. 136 ده مين؟ الهايت 136 ايكو. البارومتر ده مين؟ اف ده بارومتر ريدز فين بقى؟ عند الجراوند، يبقى ده ال H1، يبقى 75.5 ماينس الافريج دانستي بتوين التو فلورز بالرقم ده اللي هو 1.25. طيب هو عايز يحسب مين؟ calculate the barometer reading at the top floor building، يعني عايز فعلا H2 ودي تايمز 10 باور نيجاتيف 2، والدنستي بتاعت الميركوري كده كده ايه؟ ثابت. ماشي نفس الكلام، دي مضروبة في دي. يبقى انا من هنا اقدر اجيب مين؟ ال H2، يبقى ده على الاتنين دول تايمز بعض، واللي يطلع ده ماينس الانسر، يبقى 1.25 تايمز 136 على 13600 تايمز 10 باور نيجاتيف 2، واللي يطلع 75.5 ماينس الانسر هتطلع 74.25 سنتيمتر ميركوري. ماشي يا مسهل. اللي بعده نفس الفكرة، يعني انت اصلا ممكن تشوف اول سؤال والباقي تكرره بقى. ده 200 ماشي تايمز ده الريدنج دي the reading highest point، ده بقى مديك القرايه فوق، يعني مديك ال H2 اللي هو 74، وكده كده تايمز 10 باور نيجاتيف 6، وكده كده الدنستي بتاعت الميركوري ثابته، مديك الدنستي بتاعت الاير 1.3، يبقى عايزين مين؟ ال H1 اللي هو البارومتر ريدنج عند مين؟ الجراوند سيرفيس. ماشي، ال H1 هتتحسب ازاي؟ نفس القضيه، هيبقى ده على الاتنين دول على ده تاني عشان متلخبطش، ده على الاتنين دول، واللي يطلع نعمله بلس 74، يبقى 1.3 تايمز 200 divided 13600 تايمز 10 باور نيجاتيف، دي نيجاتيف 2، ايه نيجاتيف 6 دي؟ نيجاتيف 2. ماشي، الانسر اللي طلع بلس 74 هتطلع 75.9 سنتيمتر ميركوري. تمام يا مسهل. اللي بعده نفس السؤال، يعني الصراحة يعني أنا مش عارف اللي حط التقييمات الأسبوعية دي دماغه فين، ولا كمان الموضوع بقى حكومة فاللي هو إيه محدش هيراجع ورانا فرزعهم نفس الفكرة 10 مرات. بس تمام يعني. student want to determine the air density، هنا بقى اللي يعني إيه الفكرة مختلفة، هو عايز ال air density. ماشي معرفتكش أنا كده. تايمز ماشي in a certain area using mercury barometer، البارومتر reading was بالرقم ده فين؟ عند الجراوند، يبقى ده مين؟ ال H1، يبقى 75. ماشي ماشي. وعند الماونتن ده الهايت بتاع الماونتن اللي هو 136 equal الدنستي بتاعت الميركوري كده كده ثابتة اللي هو مديها لك، والهايت فوق بالرقم ده 73.75، كل ده تايمز 10 باور كام؟ نيجاتيف 2. فهنا الدنستي بتاعت الاير، الحسبة دي كلها ديفايدد مين؟ الرقم ده، يبقى 13600 75 minus 73.75 times 10 power negative 2 divided الهايت 136، هيطلع الدنستي بتاعت الاير 1.25 كيلو جرام دوت متر نيجاتيف 3، لان احنا هنا بنحسب دنستي فلازم اليونت بتاعت الدنستي. اللي بعده نفس القانون. ماشي، البارومتر ريدز الرقم ده عند البوتوم،
ماشي، يبقى ده 76 ماينس، وهنا تايمز 10 باور نيجاتيف 2، والدنستي بتاعت الميركوري زي ما هي، ها ناقص ايه؟ وده القرايه فوق يبقى 74.6. ماشي، ودي الاير دنستي 1.25، يبقى اكيد عايز مين؟ الهايت. if the density of mercury، هو عايز الهايت فعلا، يبقى عايزين ال H. يبقى انا لو عايز ال H نفس السؤال اللي فات، يبقى ده كله divided ده. ماشي، 13600 times 76 minus 74.6 times 10 power negative 2 على الهايت 1.20 على الدنستي 1.25، الهايت هيطلع 152.32 متر. يبقى ده ارتفاع المبنى اللي احنا بنقيسه ايا كان بقى هو مين، هو بيلدينج وخلاص. ماشي، طب ما 6 اسئله ولا كام؟ مش 10. طب الحمد لله ان هم 6. طيب تعالى بقى نروح للجزء الثاني من الاسئله. يعني الصراحه انا زهقت لك، لو انت تقعد تحلهم انا زهقت لك. طيب تعال نشوف بقى الهوم بيرفورمانس. بيقول لك ايه اول سؤال؟ if the atmospheric pressure at the sea level هو نفس السؤال تاني. طب تعال نشوف كده. الاتموسفيريك بريشر عند السي ليفل 76 سنتيمتر ميركوري. ماشي. what is the decrease and that the decrease in temperature increase الاتموسفيريك pressure. طبعا لما التمبريتشر بتقل الموليكولز بتبتدي تقرب من بعض فالدنستي بتزيد، ولما الدنستي بتزيد الضغط بيزيد. طيب which of the following values show the value of atmospheric pressure in winter؟ في الصيف، في الشتاء. يبقى لازم الاتموسفيريك بريشر يزيد عن الرقم ده، يبقى انا عايز رقم اكبر من 76 سنتيمتر ميركوري، فاكيد لازم يبقى رقم واحد اللي ينفع. ماشي، 0.8 متر ميركوري دي هنحولها ازاي؟ احنا عايزين نحول كل دول للسنتيمتر ميركوري عشان نقارنهم بيه. طب طريقه التحويل انا قلتها لك في الملخص ده يا معلم، كل اليونت بتاعتنا. فالرقم اللي انت عايز تحول منه، يعني مثلا اديك مثال بسيط، لو عايز احول مثلا 80، عايز احولها من 80 بار لسنتيمتر ميركوري، ال 80 زي ما هي تايمز اليونت اللي انا رايح لها اللي هي مين؟ سنتيمتر ميركوري، اللي هي بكام؟ 76، يبقى تايمز 76 على اليونت اللي انا جاي منها اللي هي البار. البار ده اللي هو بكام؟ 1.013. تمام، واللي هيطلع يبقى بالسنتيمتر ميركوري. دي طريقه التحويل، تضرب في الرقم اللي انت رايح له ديفايدد الرقم اللي انت جاي منه، ودول الميجرنج يونت بتوعنا. طب تعال نطبق ده في السؤال. 0.8 ده متر ميركوري، واحنا عايزينها بالسنتيمتر ميركوري، يبقى 0.8 تايمز السنتيمتر ميركوري الرقم بتاعه كام؟ السنتيمتر ميركوري 76. تمام، على المتر ميركوري، المتر ميركوري الرقم بتاعه كام؟ 0.76. تمام، يبقى 0.8 تايمز 76 ديفايدد 0.76 هتطلع ب 80. يبقى دي هي 80 سنتيمتر ميركوري. تمام، ما هي 80 دي اكبر من الرقم ده، يبقى خلاص يبقى الانسر فعلا هتبقى نمبر ايه، الموضوع خلص. طب يا مستر ما احنا عارفين من المتر للسنتي نضرب في 100. صح يا معلم، بس انا بقول لك طريقه تنفع عشان لو ما جابلكش من المتر للسنتيمتر من البار مثلا او من الاي تي ام. يعني مثلا خلينا ناخد 0.9. لو انا عايز احول من 0.9 بار للسنتيمتر ميركوري، يبقى 0.9 تايمز السنتيمتر اللي هو 76 على البار. نرجع للبار، البار ده بكام؟ الرقم بتاعه 1.013 على 1.013. يبقى دي لو هتحولها يبقى 0.9 تايمز 76 ديفايدد 1.013 هتطلع ب 70 سوري ب 67.5. فالرقم ده اقل من الميجرنج يونت او اقل من الرقم اللي هو مديهوني، فده ما ينفعش. اللي بعده السؤال ده بيقول لي the figure represent mercury barometer placed in a place to measure atmospheric pressure. قال لي البارومتر reading indicates للايه؟ للبليس. البارومتر reading الرقم ده indicate لمين؟ هل هيبقى على الوادي مثلا ما بين الجبلين، ولا السي ليفل، ولا توب اوف ماونتن، ولا بوتوم اوف ديب ويل؟ طب واحده واحده. في العادي عند السي ليفل
الليفل بيبقى 0.76 متر او 76 سنتيمتر ميركوري، صح؟ طب مش الرقم ده اقل من ده؟ تمام. طالما ارتفاع الميركوري اقل من ده يبقى احنا ايه؟ طلعنا فوق. تمام. فطالما طلعنا فوق يبقى البريشر ايه؟ قل. فطالما الرقم ده اصغر من الاتموسفيريك بريشر العادي، يبقى انت على مبنى فوق او على جبل او في طياره او ايا كان. يبقى هل انت ينفع ده تبقى في وادي؟ ما ينفعش، الوادي ده تحت. ولا عند السي ليفل، عند السي ليفل هيبقى 76. عند توب اوف ماونتن ينفع، فالانسر نمبر سي. لكن عند بوتوم اوف ا ديب ويل، ده انت لو في ديب ويل البريشر هيزيد اكتر من ده اصلا. ماشي، اللي بعده بيقول لي if normal atmospheric pressure بالرقم ده، ماشي. then if a hurricane إعصار occurs and the atmospheric pressure decreases by 10%. طب الإعصار هيقل 10% عن ده، يبقى البريشر الجديد أو نقدر نقول الهايت الجديد بتاع الميركوري 10 over 100 times 76. ده لو أنت عايز تجيب اللي قل، إنه قل 10%، لكن أنا عايز أعرف هو بقى قد إيه. مش هو قل 10% يبقى بقى 90%، يبقى بالشكل ده. يبقى لما نعمل 90 over 100 times 76 هتطلع ب 68.4 سنتيمتر ميركوري. يبقى ده البريشر الجديد بسبب الإعصار. ماشي. then the new atmospheric pressure، بس هو هنا بقى عايزها بالإيه؟ بالبار. تمام. يبقى أنا لو عايز دي بالبار أعمل إيه؟ يبقى 68.4 times، أنا رايح لمين؟ للبار اللي هو بكام؟ 1.013. طب أنا جاي منين؟ من السنتيمتر ميركوري اللي هو بكام؟ 76. يبقى نعمل 68.4 times 1.013 divided 76 هيطلع ب 0.9117 بار. كده انا جبت البريشر الجديد بالبار، يبقى 0 بوينت تطلع بكام؟ 0.117. دي غلط، دي غلط. 117 اللي هي 12. ماشي، فالانسر هتبقى نمبر بي. تمام. اللي بعده in opposite figure the atmospheric pressure in the mercury barometer equal لغايه قد ايه؟ طب احنا عارفين ارتفاع البريشر بيبقى بنقيسه منين؟ من اول هنا، من اول الميركوري عند النقطه دي 1 لحد فين؟ لحد اخر حته هنا. طيب فمين القياس ده بقى؟ اللي هو نمبر بي، فالانسر هتبقى نمبر بي. الباقي ده طبعا غلط، لان ده فراغ تورشيلي اصلا، تورشيلي فاكيوم، ده ملوش لازمه. والارتفاع ده مش صح، لان انت ما ينفعش تاخد معاه فراغ. والدي ده لحد البوتوم بتاع التيوب، وانا مش دعوه بالبوتوم بتاع التيوب من الاساس. اللي بعده بيقول لك when a barometer tube is replaced when one larger diameter. يعني احنا عندنا بارومتر، التيوب اللي هي الرفيعه دي هنجيب لها larger diameter. طب تعالى اجيبها لك مثلا من هنا عشان تبقى ايه اوضح. اكزامبل عليها دي. وليكن مثلا احنا كنا حاطين، سيبك من التيوب دي، كمان من التيوب دي، احنا كنا حاطين التيوب دي وبعد كده حطينا التيوب دي. قال لك the volume of torsilli vacuum هيحصل له ايه لو احنا زودنا الدايمتر؟ وانا لما ازود الدايمتر ايه اللي هيحصل للهايت؟ الهايت هيفضل ثابت. يعني لان تورشيلي فاكيوم او الاتموسفيريك بريشر بيعتمد على رو جي اتش، فالهايت بتاع الميركوري هيفضل ثابت اللي هو بكام؟ 0.76، والدنس ثابته وجرافيتي ثابته، فاذا الهايت بتاع الفاكيوم ده هيفضل ايه؟ ثابت. لكن هو مش بيسال على الهايت بتاع الفاكيوم، هو بيسال على مين؟ الفوليوم بتاع تورشيلي فاكيوم، الفوليوم. طب مش انت عارف الفوليوم ده ايكوال مين؟ اريا في هايت، فكده كده الهايت بتاعه ثابت. ماشي. لكن الاريا هيحصل لها ايه؟ الاريا هتزيد. ماشي، انت جبت تيوب اعرض، الدايمتر اكبر، يبقى الاريا هتزيد. فلما الاريا تزيد الفوليوم هيزيد، فكده انا عارف ان الفوليوم انكريزز. ماشي. لكن الهايت بتاع الميركوري كولوم، ارتفاع الميركوري او ارتفاع الفاكيوم هيفضلوا هما الاثنين ثابتين كونستانت. ماشي، يبقى increases constant مش موجودة، دي غلطة في السؤال يا جماعة. فالانسر هتبقى increases وكونستانت، لان ما ينفعش الفوليوم لما بيزيد لازم الاريا تزيد. تمام.
وكده كده ما ينفعش طالما بنستخدم نفس الميركوري يبقى نفس الدنسيتي ونفس الجرافيتي ونفس الهايت. تمام. فالهايت او الفوليوم بتاع تورشيل فاكيوم هيزيد، لكن ارتفاع الميركوري او ارتفاع الفاكيوم هيفضل ثابت. تمام. فدي غلطه من اللي حاطط السؤال. اللي بعده هنا بيقول لك what is the height of oil column causes the same pressure of 5 سنتيمتر mercury. ماشي، يبقى احنا عايزين البريشر بتاع الاويل يبقى قد البريشر بتاع الميركوري. بكام؟ البريشر بتاع الميركوري 5 سنتيمتر. طيب البريشر بتاع الاويل بيتحسب ازاي؟ رو جي اتش، رو اويل جي اتش اويل، وده رو ميركوري جي اتش ميركوري. وكده كده انت عارف الجي هتروح مع الجي، كاننا بنحل على يو شيبد تيوب يعني. الدنسيتي بتاعت الاويل مديها لك 840، والهايت بتاع الاويل عايزينه. الدنسيتي بتاعت الميركوري ثابته، والهايت بتاع الميركوري 5 سنتيمتر. طب دي انت لو سبتها بالسنتي يبقى الانسر بالسنتي، هو فعلا الانسر بالسنتي، يبقى انا من هنا اقدر اجيب الهايت بتاع الاويل، يبقى ده في ده على ده، هي 13600 تايمز 5 ديفايدد 840 هتطلع ب 80.95 سنتيمتر اويل. ماشي، اللي هي الانسر هتبقى نمبر سي. اللي بعده بيقول لك هنا ميركوري بارومتر is shown in the figure. الميركوري ده ماشي where the tube of barometer makes angle 45، يعني التيوب مايله بانجل 45. ماشي، واللينس بتاع الميركوري 150 سنتيمتر اللي هو اللينس ده. ماشي، وعايز الاتموسفيريك بريشر. طيب الاتموسفيريك بريشر بيعتمد على رو ميركوري جي اتش ميركوري. الدنستي كده كده ب 13600 مديها لك، والجرافيتي مديها لك ب 10، ما فيهاش مشكله. الهايت بقى بتاع الميركوري اللي هو ممكن تتلخبط فيه، احنا بنقيس اي هايت؟ احنا بنقيس الفيرتيكال هايت، لان انت في الشرح احنا عارفين لو التيوب مايله مش فارقه، انا ما يهمنيش الارتفاع المايل ده، انا يهمني الفيرتيكال هايت. يعني دلوقتي عايز احسب مين؟ الفيرتيكال هايت اللي هو ده. طب رايك ده احسبه ازاي؟ مش ده رايت انجل؟ تمام، في اللي هو رايت انجل، الانجل دي 45 وانا عايز الاوبوزيت، مش ده الاوبوزيت؟ وده مين؟ الهايبوتنس، يبقى نستخدم مين؟ الساين. يبقى ساين سيتا اللي هي ساين 45 ايكوال الاوبوزيت اللي هو نسميه مثلا اتش على الهايبوتنس اللي هو 150. فمن هنا نقدر نحسب مين؟ الفيرتيكال هايت، وده اللي يهمني. يبقى ساين 45 تايمز 150، يبقى الهايت هيطلع 75 روت 2 سنتيمتر. لكن انا لو عايزه بقى هنا، لو احطه هنا لازم يبقى بالمتر، فالكلام ده تايمز 10 باور كام؟ نيجاتيف 2. يبقى 75 روت 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. فمن هنا نقدر نحسب مين؟ الاتموسفيريك بريشر. اضرب دول في بعض، 13600 تايمز 10 تايمز 75 روت 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 هيطلع ب 144.24 تايمز 10 باور كام؟ 3 باسكال. ماشي، بقى فين بقى؟ الانسر هتبقى نمبر دي، لان احنا لو رحلنا البوينت دي هنا يبقى احنا مشينا رقمين، فال10 دي هتبقى باور 5 بدل باور 3 اللي هو الرقم ده. ماشي، فخد بالك قوي 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 الهايت اللي انت عايزه يبقى فيرتيكال هايت. اللي بعده all of the following barometer can be used to calculate the value of atmospheric pressure except، ما عدا مين؟ مين الوحيد اللي مختلف فيهم وسبب اختلافه ده في ايه؟ ده فيه فاكيوم، وده فيه فاكيوم، وده فيه فاكيوم، ده ما فيهوش فاكيوم، فده ما ينفعش يقيس لي الاتموسفيريك بريشر، فالانسر هتبقى نمبر دي. طب ليه ما ينفعش؟ دلوقتي ايه اللي ظهر الفاكيوم ده؟ ان خلاص الميركوري وصل لاعلى ليفل ليه. طب لو الميركوري ده عايز يطلع تاني هيقدر يطلع لان هيبقى فيه فاكيوم، لكن افرض الميركوري ده عايز يطلع تاني والسكه مقفوله، فانا ما اقدرش اقول ان ده اقصى ارتفاع للميركوري. فبالتالي طالما هو ممكن او يقدر يطلع، ايه اللي يثبت ان هو جاب اخره؟ خلاص لما يكون في ايه؟ في فاكيوم. فطالما في فاكيوم يبقى خلاص الميركوري جاب اخره، فاللي مش هينفع ده لان مفيش هنا ايه؟ فاكيوم. ماشي، اللي بعده قال لك سيستوليك بلاد بريشر. سيستوليك ده اللي هو 120، بس 120 ايه بقى؟ انت عارف بنقولها 120 على 80، 120 بقى ايه؟ مش سنتيمتر ميركوري، مليمتر ميركوري اللي هو تور. ماشي،
ده systolic blood pressure. ان healthy person طبعا الشخص سليم heart muscle contract equal لقد ايه متر ميركوري. ماشي، يبقى احنا عايزين نحول، يبقى 120 تايمز اليونت اللي انا رايح لها اللي هي متر ميركوري اللي هي ب 0.76. طب التور ده مليمتر، مليمتر اهو، نجيب لك الرقم بتاعها. المليمتر يبقى كام؟ 760. يبقى ايكوال 120 تايمز 0.76 ديفايدد 760 هتبقى 0.12 متر ميركوري. فانا كده جبت الضغط الدم بتاع النورمال هيلث بيرسون يعني 0.12. فالانسر هتبقى نمبر دي. تمام. اللي بعده بيقول لك هنا mercury barometer reads الرقم ده when additional amount of mercury is poured into basin until the mercury level basin rises 2 meter 2 سنتيمتر. بص السؤال ده يعني، طيب بص يا سيدي، انا دلوقتي عندي mercury اهو بالشكل ده. ماشي، احنا قسنا في الاول كام؟ 75، فدي مش هنسميها 76، هنقول انها ايه؟ ب 75 سنتيمتر. وده ميركوري. قال لك ضفنا اماونت اوف ميركوري في البيزن، يعني احنا حطينا ميركوري هنا. طب لما انا احط ميركوري هنا ايه اللي هيحصل؟ الليفل ده هيعلى نعمل كده، الليفل فعلا هيعلى 2 سم هنا، يبقى كل ده ميركوري جديد. طب التيوب دي هل هتفضل زي ما هي؟ لا، ما التيوب دي برضو هتعلى قد ايه؟ 2 سم كمان. يبقى دلوقتي الارتفاع الجديد بقى هيبقى منين لفين؟ هيبقى من هنا لهنا برضو. ليه؟ لان مش ده السيرفس الجديد وده السيرفس الجديد، فالهايت ما بينهم هو الميركوري اللي هيطلع بكام؟ برضو بنفس الرقم 75. فالانسر هتبقى هي هو بيقول لك الهايت بتاع الميركوري لما تيوب ويل بي ريدنج هتبقى 75. الهايت بتاع الميركوري مش هيزيد. ليه مش هيزيد؟ مش احنا اصلا متفقين الاتموسفيريك بريشر رو جي اتش، صح؟ مش انت الدنستي ثابته ان ده نفس الميركوري والجرافيتي ثابته، يبقى الهايت هيفضل ثابت لان احنا بنقيس الاتموسفيريك بريشر. الاتموسفيريك بريشر ثابت، ما انت بتقيس في نفس المكان، فالهايت اللي هو الارتفاع اللي احنا هنوصل له هيفضل هو 75 سنتيمتر. طب انت مثلا دلقت من هنا 2 سم، مثلا دلقت من هنا 2 سم، فالليفل هينزل هنا. طب التيوب دي هتفضل متعلقه في الهواء يعني، ما هتنزل هي كمان 2 سم، فهي فالهايت هيفضل محافظ على ارتفاع اللي هو 75. تمام. مين اللي هيتاثر؟ تورشيل فاكيوم، لكن مش دي القضيه بقى، احنا بنتكلم على ارتفاع الميركوري. فارتفاع الميركوري هيفضل زي ما هو ثابت 75، حطيته هنا 75. طب انت طلعت هيفضل 75، طلعت فوق هيفضل 75، ايا كان، احنا بنتكلم على نفس الجاز في نفس الظروف. ماشي، اللي بعده الاس بيقول لك هنا the reading of mercury barometer at the bottom of mountain، نفس السؤال بتاع التقييمات الاسبوعيه. طب تعالى نجيب الرول، ادي الرول اهو عشان نعوض فيه مره واحده ونحط الداتا. الرقم ده اللي هو مين؟ ده عند البوتوم. ماشي، عند البوتوم يبقى H1 يبقى 76 ماينس، وهنا تايمز 10 باور نيجاتيف 2 عشان كانها بالمتر. واي ريدنج عند التوب 72، يبقى كتر خيره مديك الارتفاع هنا وهنا. if you know average density بالرقم ده، يبقى الدنستي ب 1.3 تايمز ناقص لي مدينا الدنستي وعايز الهايت بتاع الماونتن. ماشي، يبقى احنا عايزين الاتش ومدينا الدنستي بتاعت الميركوري زي ما هي. يبقى انا لو عايز الاتش يبقى كل الرصه دي على 1.3، يبقى 13600 تايمز 76 minus 72 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 على 1.3، فهتطلع ارتفاع الجبل 418 أو 1.3 صح 0.46 متر، ده ارتفاع الجبل نفسه. تمام. اللي بعده نفس الفكرة. سبحان الله، والله العظيم حاجة تزهق بجد يعني، بجد يعني. what the reading of mercury barometer عند البيلدينج 100 متر. ماشي يا عم، ادي 100 متر ايكوال الدنستي بتاعت الميركوري ثابته والدنستي بتاعت الاير ثابته، هو مديها لك اهو 1.25.
ده 74 ده اتقرا فين؟ عند الجراوند، يبقى دي 74 ماينس ال H2 اكيد اللي عايزها تايمز 10 باور نيجاتيف 2، وعايز الافريج density وات از ذا ريدنج ميركوري بارامتر عند التوب، يبقى عايز فعلا H2. يبقى انا لو عايز ال H2 بسيط، يبقى ده على الاتنين دول في بعض، واللي يطلع نعمل 74 ماينس اللي هيطلع، يبقى 1.25 times 100 divided 13600 times 10 power negative 2 74 minus الانسر هتطلع ب 73.08 لو فارقة في حاجة يعني سنتيمتر ميركوري. ممكن برضو السؤال الأخير هيبقى هو يعني حاجة غير متوقعة بالمرة يعني. ماشي. قال لك هنا بقى مانس carrying a mercury barometer its reading عند الجراوند بالرقم ده 76 ماينس، وهنضرب في الآخر تايمز 10 باور نيجاتيف 2، والدنستي بتاعت الميركوري 13600 أهو مديهالك، والهايت مديهولك 200 متر ماشي، وده في الأبر فلور يبقى ده 74.15. عايز الدنستي بقى بتاعت الإير، وعايز احسب مين؟ calculate the average air density ماشي، اللي هو الدنستي بتاعت الاير ماشي يا عم. يبقى كل ده divided 200 يبقى 13600 times 76 minus 74.15 times 10 power negative 2 divided 200 هتطلع 1.258 كيلو جرام دوت متر نيجاتيف 3. انا كده جبت الدنستي بتاعت مين؟ الاير. بس كده هم 13 سؤال. يبقى احنا كده خلصنا اسئله التقييمات الاسبوعيه او الويكلي اسسمنت والهوم بيرفورمانس الاسبوع السادس، وابعت الPDF ده على جروب التليجرام يعني ان شاء الله، واشوفك على خير بقى في الفيديو الجاي. سلام.